السلام عليكم ومساء الفل أو صباح الفل على حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه المقطع ده يا شباب. طبعا المقطع ده على قناة تانية، وطبعا النهاردة هنشوف مع بعض طفلة مغربية تتحدى الحاقدين بالموهبة ديالها وتبهر مليون عربي. المقطع ده يا شباب مقطع جميل جدا ملوش حل. طبعا ما تنساش تعمل اللايك قبل ما نبدأ وتشترك معانا في قناة جديد، عشان ان شاء الله اي مقطع ينزل على القناة دي يوصلك شعور بيه انه نزل. وعايزين يا شباب نوصل القناة دي ل1000 مشترك ان شاء الله. ويلا خلونا نبدأ. فصل اللغات اللي كنتكلم بهم مثل العربية الفرنسي، كنتكلم بالانجلي et aussi je parle الأمازيغية، العربية الفصحى، اليابانية والكورية. بالنسبة للأمازيغية غادي نقدم لكم راسي بها. أيتمدي اسمها سلام ربي فلاتون تلاديتون أي إزيلك 12 سكات. مهم دابا غادي نمشي لكوريا. 안녕하세요 여러분, 저는 아야입니다. 나는 12살이다. 내 취미는 그림 그리기와 이르기. 나는 콘텐츠 제작이다. 감사합니다. اليابانية konnichiwa minasan, watashi wa Aya desu. Watashi wa 12歳で、そして私はコンテンツクリエイターです。そして私の、趣味の一つは絵を描くことです。どうもありがとうございます。l'anglais. Hello everyone, welcome. I introduce myself again. I am Aya, I am 12 years old. I'm from Morocco and I live in Marrakech city. My nationality is Moroccan and my hobbies is drawing, learning, reading, and my favorite sport is basketball. In my free time I like swimming and drawing. And my favorite country is Japan, Korea and China. And thank you so much. Bonjour, je m'appelle Aya, j'ai 12 ans. Mes loisirs nombreux et sont lire, écrire, dessiner. Je parle plusieurs langues, telles que l'anglais, le français, le japonais, l'amazigh, le japonais et le coréen. J'ai créé une page Facebook et une chaîne YouTube et je vise à sensibiliser les enfants et à combattre la vanité. وبالنسبة للغات الأساسية كما قلنا العربية الفصحى، هنا كتعلمها غير من الرسوم المتحركة، والفرنسي والانجلي. الفرنسي انا يعني ماده اساسيه كنقراوها. بالنسبه للانجلي حنايا كنقراو في المدرسه يعني غير 45 دقيقه ومره واحده في الاسبوع، فانا ما كنكتفيش بالمدرسه، يعني كنزيد كنتعلمها في الدار ويعني مع دروس مع كورس في الانترنت، في دي سيت انترنت. ايوا يعني كان يعني خصني نتكلم بها مع بابا وماما باش نزيد يعني انني نتعود عليها. Après l'anglais, le japonais et le coréen. من الجابونية يعني من الانمي، دوك الرسوم المتحركة اليابانية كنتفرج فيهم. ابخي كناخد دوك المصطلحات اللي كيقولوا، ولكن ضروري خصني نتعلمها حتى انا يعني في دي سيت ديال لي كورس ديال لو جابوني. والكورية حتى هي الافلام الكورية والانمي يعني تاع كوريا حتى هما، وهكذا تعلمت اللغات. شفتوا يا شباب ازاي بتتكلم باللغات الأجنبية دي كلها، اللغات الأوروبية والآسيوية وطبعا اللغة الأمازيغية، واللغات دي كلها كده عملتها كوكتيل كده بتتكلم بيها بشكل رهيب، شكل كده جميل جدا. بتتكلم الكورية وكأنها كورية، اليابانية وكأنها يابانية، الإنجليزية وكأنها من أهل اللغة. بتتكلم اللغات بسم الله ما شاء الله مع إنها صغيرة، عشان كده الواحد يعني ما كانش مستوعب، بس بسم الله ما شاء الله. طبعا انت اول ما تشوفها وتشوف سنها لا انت هتدق يعني هتبص وتركز مع طريقة يعني نطقها للكلام، لان انت ممكن مثلا في دماغك يجي ان لا ده ممكن يكون صوت مثلا يعني صوت متركب وهي بتحرك حنكها، لكن لا ده صوتها يا شباب. وانت لاحظت طبعا طريقة كلامها في المقطع، فالواحد بيدقق طبعا وفي الحاجات دي لان مش بيكون مصدق نفسه، عقله مش بيكون مستوعب. ولكن انتوا شفتوا الاطفال المغاربة ازاي عندهم مواهب رهيبة. المواهب دي يا شباب دايما احنا بنشوفها اذا كان على القناة الاولى او القناة دي، ففعلا مواهب رهيبة، مواهب مغربية صغيرة ولكنها كبيرة. زي ما انتم شايفين حافظة 6 لغات وبتقولك بتحارب التفاهة، يعني هي بتتكلم وبتحفظ وعندها الكتب وكل ده وبيقول لك هم دول الأطفال المفروض إن احنا ننزلهم وننشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا المواهب دي لازم يكون ليها دعم علشان تستمر. وطبعا اللي خلاها تحفظ 6 لغات ممكن تحفظ لغات تانية أكتر،
اللي خلاها طبعا بسم الله ما شاء الله حفظت الكورية واليابانية، أكيد هتقدر تحفظ الصينية والتايلاندية واللغات طبعا اللي بتكون متعقدة شوية دي يا شباب. فبس يا شباب دي كانت نهاية المقطع، يا رب يكون المقطع ده عجبكم. بس ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في قناة جديد عشان إن شاء الله نوصل القناة دي ل1000 مشترك. فبس كده، يلا، في أمان الله وحفظه.